حفل تكريم من أبناء زاهر مسعود أحمد وأحفاده للجنة الصلح ولكل من وقف معهم من أبناء قبيلة أهل الثويع وغيرهم من القبائل الأخرى في عتق رقبة ابنهم خالد جابر زاهر الثويع الفيفي بتاريخ 6 من شوال لعام 1444. شل يا صوت التراحيب واصدح بالقصيد، ضيفنا ملفاه عيد شرف الحفل سعيد. مرحبا بضيوفنا يا هلا بكل القبايل، والجماله والوفا بين اهلها باقيه. شل يا صوت التراحيب واصدح بالقصيد، ضيفنا ملفاه عيد شرف الحفل سعيد. مرحبا بضيوفنا يا هلا بكل القبايل، والجماله والوفا بين اهلها باقيه. لا 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 لا، والجماله والوفا بين اهلها باقيه. مرحبا ترحيب يطغى على كل القلوب، في سما الحفل الضروب من شمال ومن جنوب. مرحبا واهلا هلا مرحبا والراس طاير، والشهامه عادت اهل القلوب صافيه. يا لا 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 لا، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. مرحبا يا عيال عمي ويا ربعي عموم، يا حزام فلسوم. مرحبا حسب السلوم، افتخر يا لامتي وانت مكرم السبايل، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. يا لا 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 لا، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. كل من لبى يزيد الفرح بهجه وسرور، يا هلا بكل الحضور يا طويلين الشطور. حن عوانينا اهل العز ورجال الطوايل، والشهامه عادت اهل القلوب الصافيه. يا لا 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 لا، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. حفلنا بحضوركم صار عيد وكرنفال، ليله خير الليال والسعد ما له مجال. قدركم يا ضيوفنا فاق توصيف المثايل، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. يا لا 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 لا، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. الكرم والجود سلمهم وواجب الرجال، من قديم ولا تزال للنشام راس مال. مرحبا بالعود والجود وعلوم الجمايل، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. يا لا 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 لا، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. والحفل يسهر بضيفانه واهله جميع، اهل الشان الرفيع من كريمين الصنيع. مرحبا اثني التراحيب ونمد الجزاير، والشهامه عادت اهل القلوب الصافيه. يا لا 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 لا، والجمال والوفا بين اهلها باقيه. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا. اللي وفى واخلص النية وساق القدم، لزوم نشكر له جهوده ونتعزمه. هذه التباريك عمت يا عسى الخير عام، ويا عسى العمر جاي في موكب البذل والسماء
واعتصم هذا ابو حسان ما شاء الله يا مرحبا. الأمس حبر القلم ينزف حروف القلم، واليوم رد الغطا بس الزرع ددما، اللي وفى واخلص النية وساق القدام، رسوم نشكر له جوده ولا تقدما. حسين الله حي. هلا والله حياك الله. هلا والله سلامون حياك الله. عبد الله علي ولد اخوي. منعك يلا حيهم. يلا حيهم. الحمد لله على سلامة الولد وطلوعه بالسلامة. هلا والله. حيا الله الله طيب. حياك الله وحياك. هلا والله. حالك كيف الحال؟ تحفظ. كل سنة وانت طيب. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا رجال. طيبين. جزاكم الله بالخير. وش حالكم؟ تفضلوا. سلام سيدي. تسلم. على داعي الجامع. بالتلهيب سلامة وسلامة. وجيدة سلامتك. حياك الله. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. الله يسلمك. مرحبا ومسهلا. تفضل. تفضل. كيف؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ما يجوع. هلا وسهلا. نحمد الله حمدي يبلغ للكمال بعدها سلام يا جمع الرجال طرح على حسب الأصول يبلغ الصف ثويعي صف عالي في مقامه وصلت الدعوة ومن رجال غالي والعذر في دعوته مع المجال واجب نحضر نقول الحمد والشكر لله يا ابن جابر عالسلامة نحمد الله حمدي يبلغ للكمال بعدها سلام يا جمع الرجال طرح على حسب الأصول يبلغ الصف ثويعي صف عالي في مقامه وصلت الدعوة ومن رجال غالي والعذر في دعوته ما مجالي واجب نحضر نقول الحمد والشكر لله يا ابن جابر عالسلامة نحمد الله حمدي يبلغ للكمال بعدها سلام يا جمع الرجال طرح على حسب الأصول يبلغ الصف ثويعي صف عالي في مقامه وصلت الدعوة ومن رجال غالي والعذر في دعوته ما مجالي واجب نحضر نقول الحمد والشكر لله يا ابن جابر عالسلامة نحمد الله حمدي يبلغ للكمال بعدها سلام يا جمع الرجال طرح على حسب الأصول يبلغ الصف ثويعي صف عالي في مقامه بارك فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك فيهم. تسلمون. سلمكم الله. إعزاز المشرفين. كيف أنت يا شيخ؟ لها الحمد. كيف طيب حالك؟ كيف مسيت؟ الله. سلامتكم يا وجيه الرفاقة. وصل لنا دعوة كريمة من أسرة آل زاهر المسعود بمناسبة عتق رقبة الأخ خالد جابر. أول شيء نقول الحمد لله أولا وأخيرا والشكر له أن ربي كتب له العتق في شهر رمضان الكريم وردوا إلى أهله سالم، ونسأل الله أن الله يرحم من فاته وأن الله يغفر له وأن الله يجزاهم خير دا أنهم تجاوبوا مع سوء. حبانا أن نحضر إليكم نبارك للأخ خالد والأبوه جابر مزاهر والأسرة آل زاهر مسعود ولقبيلة آل مثويع بهذه المناسبة السعيدة، ونسأل الله أن الله يصلح الشعب وأن الله يوفقه إلى خير الدنيا وأن الله يغفر له ما فات ويتوب عليهم. ونشكر ثانيا قبيلة آل مثويع فردا فردا وقفوا وقفة مشرفة ومنومسة ووقفوا وقفة تكتب بماء الذهب وتسطر. جمعوا مبلغ كبير وسعوا وتجملوا في أقل من 48 ساعة، وهذا شيء نسأل الله أن الله يجزاهم كل خير وأن الله يكتب أجرهم نحو رب العالمين وأن الله ينومسهم في الدنيا ويرفع قدرهم ويعلي شأنهم. وصلنا كما أسلفت لكم دعوة كريمة، وصلنا الشيخ أحمد بن محمد الحكمي شيخ قبيلة الحكميين دعوة يعتذر لبعد المسافة ولبعض الارتباطات في محافظة فيفا، وإذا غاب عن الحضور فهو معكم قلبا وقالبا باسم الأخوان الحاصلين اللي تشوفون من قبيلة الحكميين كلهم مدعوين، واسم المرافقين لنا الأستاذ موسى محمد المخشمي الفيفي رئيس لجنة الإصلاح، واسم الأستاذ الشيخ سلمان سالم حسن الشراحيلي، وسعادة اللواء أحمد محمد أنيبة والشيخ أحمد يحضر معنا، وأيضا وجه له دعوة واسم الحاضرين اللي تشوفون. هذا ما أولوني بو الأخوان
لو تقدم أحدهم يمكن أن يعبر وأن يتكلم وأن ينقل شيء مما فيه خطرنا تجاه هذه المناسبة السعيدة. والله شيء يريحكم وشيء يفرحكم وشيء يدخل إلى قلبكم السرور بخروج ابنكم، فنحن والله نقاسمكم ونشاطركم الفرحة، ونسأل الله إن الله يوفقنا نحن وأنتم إلى ما يحب ويرضى. تم خبرنا وسلامة. مرحبا والله ومسهلا، حياكم الله، دار خطوكم، ألف مرحبا، الله يحييكم، بداد المطر بداد الشجر. في الحقيقة أنت الناس الوافين يا شيخ يحيى، أنتم من معك والحكميين ككل رجال وقفة ورجال معروف ورجال يعتد بهم في كل شيء، ولا نعدكم إلا أخوان لنا أبدا خالص، لستم بعيدين، أخوان لنا خالصين. وقفتم وسويتم، وخص بالكلام أنت يا شيخ يحيى وجميع لابتك، والشيخ أحمد الله يحييه ويبارك فيه وقف وأعطى، وما طلب منكم إلا كل خير. بالنسبة للي أعطوا وسووا قاموا بالعطاء، والله أنهم أفضل من اللي أعطوا وهم مكلفين، ولكنكم وافين في كل ناحية. مرحبا والله ومسهلا بك وبأخوياكم اللجنة وباللواء وبأخوياكم جميعا، الله يحييكم على عيوننا وعلى رؤوسنا. تفضلوا الله يحييكم. على رؤوسكم الطيب، ولا لنا فيكم فضل ولا جودة. الحين وانتم اخوان في الحمية واخوة في الاسلام ورفاقة وصهور. ما في بيت من قلب الحشم ولا من المتويع ما تربطوا صهارية او حسب او نسب، وكلنا يا ابناء في داعينا واحد. فنسأل الله ان الله يوفقكم. معنا هدية باسم الحاضرين، ما ندري هل نقدمها هنا أو معكم حفل خطابي حسب ترتيباتكم وسلامتكم. الله يحييكم، مرحبا ومسهلا، ولدنا حفل خطابي وكل شيء ومقبولة، والله يحييكم ومرحبا ومسهلا. معنا ناس في شهران ومدى في المجلس، لا ودي طولنا عليهم شوية ولا نبغى نطول عليكم أنتم، والله يحييكم. تفضلوا على الصلاة.
عليكم ورحمة الله وبركاته. البركة فينا وفيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارحبوا جميعا، ارحبوا وحيا من القاع فوق الراس. كيف أنت يا شيخ؟ لها الحمد. وطياب. صاب حالك، كيف الحال؟ من الله. عافاك الله. وطياب. سلمكم الله. أنا أكفي يا إخوان الخبر لحن، ولكن عند الحقيقة قدمنا عزيمة ونودنا أنكم وافقتونا، ولكن أبو محمد امتنع من ذلك، ولا والله ما شاف يعني ودنا. على خير إن شاء الله. الحمد لله وحده. سبحانه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحمد الله أن متعنا الله وإياكم بصوم رمضان وبتمامه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله العلي العظيم أن يديم حكومتنا الرشيدة على رأسها سيدي سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ونائبه محمد بن سلمان. نقول لكم جميعا من العايدين وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يمتعنا بالأمن والأمان، وأن يحفظ لنا جنودنا البواسل المرابطين، وأن يحفظ لنا جنود الأمن المرابطين الآن باستئصال الخبيث المخدرات. نسأل الله العلي العظيم. طبعا احنا قبيلة آل الثوير، أخونا ما عليكم جود الله يحفظ، أخونا جابر زاهد وأخوانه وأولاده يرحبون بكم جميعا، ونرحب بكم جميعا. وعلى رأسنا أخي الشيخ حسن بن يحيى، أسأل الله ما عليكم زود، أسأل الله أن الله يشفيه وعلى سرير المستشفى الآن، ويسلم عليكم جميعا ويعايدكم ضيوف وجماعة وكل شيء، ويقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله العلي العظيم له الشفاء. طبعا حضرتوا والله يحييكم من جميع القبائل اللي متواجدة، مرحبا واللهم السلام، نحييكم تحية الإسلام. وثانيا لا ننسى لجنة الإصلاح، الله يبارك فيهم ويوفقهم جميعا، وعلى رأسهم الأستاذ يحيى وجميع أخوياه من الأستاذ بطي وأبوه وكل من شارك في هذا الأجر العظيم في إعتاد رقبة ولدنا. نسأل الله العلي العظيم من الله يكافئهم ومن عنده، وأن يثيبهم وأن يجزاهم الخير. قاموا بالإصلاح وقاموا بالتعب، ولا ننسى لهم ذلك فضل من الله، ولا ننساه فضله. الثانية أنت عزمت يا شيخ عجب يا أبو بطي، عزمت وسمعنا عزيمتك، وأنا والله كنت قادر ولكن قبلت الجماعة. فالحقيقة الواجب لكم، ولا تفصل الأمور إلا على حسب ما تجي. الواجب لكم، حنا قبيلة آل الثوير، الليلة العشاء من جابر وأخوانه وأولاده بمناسبة عتق رقبة ولده، الله يعقل عليه به إن شاء الله ويجعله من الصالحين ويغفر له ما فات، نسأل الله العلي العظيم. عزمكم هو مناسبة الليلة، حنا بقية القبيلة لكم علينا واجب وحق جميعا، اللجنة اللي أصلحت والناس اللي من خارج المنطقة والقبائل اللي من خارج المنطقة لهم علينا حق وواجب، وواجبهم إن شاء الله إن الكرامة الطيبة بتكون في هذا المكان بكرة أو على الوقت اللي تحددونه. بالنسبة للكلام، بالنسبة نواصل الشكر والعرفان لقبيلة آل الثوير، بارك الله فيهم ما قاموا به من اجتهاد في وقت كان قليل، خلال 48 ساعة ما قصروا بيض الله فيهم. والناس اللي من برا من قبيلة الحكمية ومن جميع قبائل فيفا الذين قاموا بالتعاون، وهم لو طلب منهم ذلك كان يعني يسووا المستحيل، ولكن حنا حبينا اختصارها على قبيلتنا وبارك الله فيهم، وما قصروا قاموا باللزوم. لكن هذول سمعوا بالكلام وفزعوا هم من عندهم وأعطوا، بيض الله وجيههم جميعا على ما أعطوا وجزاهم الله خير، وكل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتهم. حبينا نقف أمامكم خدمة لجماعتنا. والثانية إذا حصل في الكلام خطأ أو حصل نقص، فالإنسان ناقص
ما كان الا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا من علمي وسلامتكم جميعا. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. الأول من الأولاد والله يحفظ لنا هذه النعمة اللي احنا متمتعين بها. امين يا رب. وإن الله يعز ولاة أمورنا. امين. وإن الله لا يورينا ولنتم مكروه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسال الله عليك. وصليتوا على محمد. أن جينا تربية دعوة بعض الأخوان. صليتوا على رسول الله. والله بنفوسنا نعزمكم وعزمنا وباسمي وباسم الشهرين اللي معي. ما عليكم زول. ولكن الرجال ذاك منعناه ويا الاخ، وحنا والله ما ودنا نمتنع من واجبكم، من عاد بيحصل فيا ودنا ان صليتوا على النبي. اما بالنسبه عزيمتكم اللي تقدمونها لنا فحنا في وجه الله منكم الا اللي بيحصل ذا الليل. صلوا على النبي. صلوا على وسلم. انتم تفعلونها وانتم لو انكم انتم ما اعذرتونا. فحق اللي علينا لكم انتم حق، واللجنه لهم علينا حق، والقبائل من غير فيفا ومن قبيله فيفا لهم علينا حق. فالمفروض انكم توافقوا لنا ولا توجههم الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. احنا لو قطع ابو بطيء. كان عاد الواجب يجيب شيء. اما انتم تعزمون غيرنا الله يكثر خيركم ولا والله لنا مجال اننا يا رجل كان عاد الوجه بيجيب شيء. اسمع فاحنا اللي لكم ونبغى نكرمكم. اللي جاي من بلاد فيفا واللي يطول العمر خارج من السجن واللي هنا ودنا يشهد الله بكرامته. الله يرفع صلوا على النبي. قولوا لا اله الا الله. اول شيء الله يكثر خيركم يا المتويع باسم الحاصلين اللي تشوفون وبيض الله وجيهكم وما سويه جابر زاهر واسره زاهر فيكفي على الجميع. الله يكثر خيرك يا شيخ عجب يا ابو بطي وبيض الله وجيهكم. وفي نقطه بسيطه انا حبيت اداخل فيها بالنسبه للاخوان اللي فلجوا في قضيه لها اكثر من 7 سنوات. بالنسبه لي انا واللجنه الاخيره اللي هو الاخ سلمان سالم والاستاذ موسى والشيخ بطي، يمكن النهايه مكتوبه من حرب العالمين كان على ايدينا، ولا والله العظيم على ان قبلنا الرجال عملوا من اولهم الشيخ سليمان والشيخ حسين حسن والشيخ زاهر وغيرهم كثير. المكان لا تسعفني الذاكره في ذكر اسمائهم، جابر مسعود معبدي. فترون ما اجينا الا على شيء هم اللي اسسوه، ولكن التوفيق وساعه مكتوبه من حرب العالمين كتب فيها ربي النهايه وانتهاء كل شيء. ولا ننسى الشيخ عبد الله حسين بكير رئيس الجاليه والشيخ صادق، ولا ننسى دور ومجهود محافظ فايده هو اللي سعى واعاد تحريك الموضوع ووجه الاخوان في اللجنه. فبيض الله وجه كل من سعى، ولا نملك ان نقول الله يجزاهم خير. والحين مكملين لبعض. هذا شيء للتاريخ وللذاكره، لا يحصر الموضوع علينا الحين كاشخاص اللي اتينا في الوقت الان. والله العظيم انهم سعوا قبلنا والحين ما عملنا الا شيء امتداد قاموا قبلنا من اكثر من 2 و3، ولكن انتم رجال تعرفون بو ساعة مكتوب فيها ينتهي كل شيء. وبيض الله وجه النقيب. حسب قال ما رقيته لكن بظن قد حرقي فانا ما قدهاش. عبد العزيز حسن جبران الحكمي الفيف والله انه راح طلع امسك من المحكمة وصدقوه وحاول يطلع الاخ خالد في نفس اليوم كله علشان يريد انه يلحق الدوام ويلحق اللي صاموا مع والدته. والله يوفقوه. هذا للتاريخ وسلامة. بيض الله وجيه السابقين في الصلاة، وبيض الله وجيهكم انتم التالين، وبيض الله وجه خاصة يكون وقف انت مع الاولين والاخرين. هذا احنا نعرف من اللي سعى ومن اللي سوى، وكلكم بيض الله وجهكم ما قصرتوا. اللي سبقوا اجتهدوا وسووا وانتم كملتوا بيض الله وجهكم ما قصرتوا. نسال الله لنا ولكم الاجر، ونسال الله ان الله يصلح الشان جميعا. على العموم ابشروا بالعوض ان شاء الله يا شهران. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد
عليه أفضل الصلاة والتسليم، النبي الأمين. أصحاب الفضيلة والسعادة، أعضاء لجنة الصلح الموقرين، أصحاب الفضل والأيادي البيضاء الداعمين في عتق رقبة ولدنا خالد بن جابر زاهر الثويبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الشاكرين العابدين الحامدين لأنعم الله، ثم أما بعد، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب باسم أبناء آل زاهر مسعود أحمد الثويبي الفيفي. فأهلا ومرحبا بكم بعدد ما فاضت به مشاعركم تجاه عتق رقبة ابننا، وأهلا ومرحبا بكم عد الزهر والشجر وعد زخات المطر. أهلا بكم كأدنى درجات الوفاء لأهل الفضل، أهلا بكم شكرا لصنيعكم. أهلا بمن دعوناهم ولم تسعفهم ظروفهم لتلبية الدعوة، أهلا بهم في قلوبنا تتأملهم أبصارنا ضيوفا بيننا. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مع آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الأستاذ موسى أحمد سالم الثويبي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ضيوفنا الكرام، مهما خطت أقلامنا ولهجت ألسنتنا ومهما كتبت أناملنا، فلن نستطيع أن نوفيكم حقكم وقدركم وجهودكم الجبارة التي بذلتموها للوصول إلى عتق رقبة ولدنا حفلنا الكريم. أما الآن مع كلمة ترحيبية بضيوفنا الكرام يلقيها على مسامعكم الأستاذ جابر بن يحيى بن حسن الثويبي الفيفي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه على أن وهبنا نعمة الإسلام والأمن والأمان في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. هذه القيادة
التي جعلت من الشريعة الإسلامية منهجا لها في القول والعمل، فطبقت شريعة الله في القصاص، ثم حثت على العفو والصلح، باثة روح الصفح والشيمة والعفو، لما لذلك من الأثر على العلاقات ونبيل الروابط بين أفراد المجتمع الواحد. أيها الإخوة، إن من شكر الله والثناء عليه شكر أهل الفضل والجود والعطاء، وفي مقدمتهم أصحاب الفضيلة والسعادة، أعضاء لجنة الصلح، ومن شارك في تقارب وجهات النظر، والذين تابعوا الصلح في هذه القضية قبل الصلح وأثنائه وبعده، وساهموا في تذليل كل الصعوبات والعقبات التي واجهتنا. ثم الشكر والامتنان لأهل الجود والكرم والمواقف المشرفة من أبناء قبيلة آل الثوير، والتي لا تغيب أبداً عن محافل الخير وجحافل الإباء ومراتع النفع والبذل والعطاء، ولا تتأخر دوماً عن حاجة أي فرد من أفراد المجتمع. شكراً لهذه القبيلة بكل أطيافها من شيوخ وعرائف وأعيان وأعلام وشعراء، وكافة أفرادها في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة، والذين لم يتوانوا عن بذل المال والكلمة والمشاعر والدعاء حتى تحقق لنا بفضل الله ثم بفضلهم إتمام هذا الصلح. ونثني الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك من أبناء قبائل الهيفاء والقبائل الأخرى، وما كان هذا العطاء وهذا البذل غريبا، إذ دوما تتجلى مواقف الأوفياء في الملمات والمواقف الصعبة نابعة من نبل أخلاقهم وشهامتهم، ليقفوا موقف الرجل الواحد باذلين جاههم ووقتهم فضلا عن مالهم، حتى تربعوا على قمة الوفاء وأعادوا التاريخ عبر مواقفهم النبيلة، مثبتين أن البذل والعطاء هو منهجهم وواجب من واجباتهم الثابتة تجاه قبائلهم ومجتمعاتهم. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يبارك للجميع في أموالهم وعيالهم، وأن لا يريهم مكروه في غال، وأن يحفظ وطننا ويحفظ قاداتنا وولاة أمرنا، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حفلنا الكريم. رسالة تقدير ووفاء إلى كل من دعوناه ولم يستطع تلبية دعوتنا، فلو أقمنا حفلا في كل منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة نتشارك وإياكم فرحة عتق رقبة ولدنا لما أوفيناكم فضل دعمكم السخي ومشاعركم الجياشة، فلكم منا الشكر والتقدير. حفلنا الكريم مع كلمة لفضيلة الشيخ سليمان بن جابر سالم المشنوي الفيفي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله أتم النعمة وكشف الغمة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى
والرسول المجتبى وآله ومن اقتفى أثره على الهدى إلى يوم الملتقى. أما بعد، أسعد الله مساءكم بالمسرات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وأمن وإيمان. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. 3 رسائل أوجهها. الأولى للعم محمد جابر زاهد الثويعي وزوجه وأبنائه: مبارك عليكم خروج ولدكم وتنفسه الحرية والحياة بعد شبه الممات، وأسأل الله أن يأجركم على جميع ما بذلتموه في سبيل ما اجتمعنا لأجله الليل. فالأب والأم لا يعلم لوعتهما على ابنهما إلا ربهما، فما أرحمهما بابنهما، تفطرت كبديهما، تفتقت عيناهما عليه، فما خيب الله رجاءهما. فيا أيها الأبناء، رفقا بوالديكما أظهرا طاعة ربكم تنشرح صدورهما وتقر أعينهما، فاتقوا الله فيهما فلا تكونوا سببا في شقائهما، فقد تعبا عليكما صغارا فارحموهما كبارا. الرسالة الثانية إلى المصلحين والساعين فيه: لا حرمكم رب الأجر والمثوبة، ولتستمروا في ذلك ابتغاء ما عند الله، ولتدخلوا في عموم قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الرسالة الثالثة إلى هذه القبيلة الشابقة في عليائها، إلى قبيلة الثويعي، من أكبر رجالاتها إلى أصغرهم، في مقدمهم شيخ قبيلتهم الشيخ حسن بن يحيى، نسأل الله أن يشفيه، وأخيه نائبه الشيخ عبد الله، وغيرهم من كبراء هذه القبيلة. بيض الله وجوهكم ورفع قدركم، وتحية إكبار لجميعكم. فقد ضربتم مثلا في التكاتف والتعاون، وعرف أبا محمد أنه من قبيلة كريمة وفية أبية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، وذلك ما عرفناه عنها. فأسأل الله أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم، ويديم علينا وعليكم وعلى الجميع عفوه وستره. وأخيرا وصية للجميع: احذروا من حمل السلاح، فقد أوردنا المهالك في الدنيا، ونسأل الله الخلاص في الآخرة. جعلنا نتقابل ونتذابح، كيف وقد اشتعل الغضب في العصب، والشيطان ينفخ وينفخ حتى وقع ما لا يحمد عقباه، فأزهقت نفس بريئة أو تلف شيء منها أو من منافعها، فلما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة ندمنا ولا ساعة مندم، ووقعنا في إثم كبير عظيم. لندع الجاهلية وعنترياتها، لنعش بسلام مع أنفسنا قبل أن نعيشه مع غيرنا، لنتقي الله عز وجل فلا نقع فيما نهى عنه، وقد قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه. لنتعلم الحلول الشرعية عند الغضب، وأهمها عدم حمل السلاح. ما يضير عندما تسمع كلمة نابية من سفيه أو حاقد أو جاهل أن تأخذ بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن زاحمك أحد في الطريق وضايقك أن تأخذ بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذ أجمعت نفسك غضبها وأنت قادر على إنفاذه، تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء.
وقال صلى الله عليه وسلم: 3 والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن، ومنها: ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. تلك نفس المؤمن ساكنة هادئة تتتوق إلى ما عند بارئها، وما عند الله خير وأبقى. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يسترنا بستره، وأن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يوفقنا في أمورنا دينا ودنيا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، لا يسعنا في هذه اللحظات السعيدة والفرحة الغامرة التي كان لكم أكبر الأثر في صنعها إلا أن نرفع أيدينا إلى البارئ جل شأنه بأن يحرم وجوهكم يا أهل الفضل والإحسان عن النار، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، وألا يريكم مكروها في عزيز عليكم. أما الآن فمع لمسة وفاء لمن سعى وبذل إلى الوصول إلى هذا الصلح وعتق رقبة ابننا، مقدمة من أبناء آل زاهر بن مسعود أحمد الثويعي باسم قبيلة آل الثويع، درع تذكاري وهدايا رمزية لسعادة الشيخ أحمد بن محمد أحمد الحكمي يستلمها عنه سعادة اللواء ركن متقاعد أحمد بن محمد الحكمي. من يتفضل. يا لا لا يا لا 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 يا لا، اللي وفى واخلص النية وساق القدم، لزوم نشكر له جهوده ولا تعدمه. هذه التباريك عمت يا عسى الخير عام، ويا عسى العمر دايم وانت بتنعمه. في موكب البذل وجهود العطا والكرام، طبع الأكابر تسير نفوسها للسما، واللي وصلت قمة المشوار أعلى الهرام، أعطت لما دونها تنبيه يسمو كما. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا، يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا، اللي وفى واخلص النية وساق القدم، لزوم نشكر له جهوده ولا درع تذكاري وهدايا رمزية لفضيلة الشيخ سليمان بن جابر سالم المشنوي البيتي. فليتفضل. الأمس حبر القلم ينزف حروف القلم، واليوم رد الغطا بس الزرع قدنا ما، اللي وفى واخلص النية وساق القدم، لزوم نشكر له جهوده ولا تعدمه. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا، يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا، اللي وفى واخلص النية وساق القدم، لزوم نشكر له جهوده ولا تعدمه. هذه التباريك عمك يا عسى الخير عام، ويا عسى العمر دايم وانت بتنعمه. يا المحتفى فيك وانت تقول حاضر نعم، يحكي لك المجتمع عن جهدك الأعظم وعن مسيرك درع تذكاري وهدايا رمزية لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بن أحمد المشنوي البيتي. فليتفضل. يا لا لا يا لا 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 يا لا، اللي وفى واخلص النية وساق القدم، لزوم نشكر له جهوده ولا تعدمه. هذه التباريك
درع تذكاري وهدايا رمزية للشيخ زاهد بن مسعود بن أحمد المسلوي الكيفي فليتفضل. هذه التباريك عمت يا عسى الخير عام ويا عسى العمر دايم وانت بدن عما. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا اللي وفاها اخلص النية وساقى القدم لزوم نشكر له جهوده ولا تأدمه هذه التباريك عمت يا عسى الخير. درع تذكاري وهدايا رمزية لسعادة الأستاذ يحيى بن جابر بن جبران الحكم الكيفي فليتفضل. الأمس حبر القلم ينزف حروف القلم واليوم رد الغطا بس الزرع ددنا ما اللي وفى واخلص النية وساق القدام لزوم نشكر. درع تذكاري وهدايا رمزية لسعادة الأستاذ قطي الشهراني فليتفضل. يا المحتفى فيك وانت وداك الأعظم وعن مسيرك لنيل السؤل روح ودم ومن يديك العطايا اللي مقامك سما. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا. درع تذكاري وهدايا رمزية لسعادة الأستاذ موسى بن محمد علي المخشمي الكيفي فليتفضل. يا عسى الخير عام ويا عسى العمر دايم وانت بدن عما. عليك مني السلام اسكى السلام الأتام والله يجعل حياتك خير وبلوها ما. عليك مني السلام اسكى السلام الأتام والله يجعل حياتك خير وبلوها. درع تذكاري وهدايا رمزية لسعادة سلمان سالم بن حسن الشراحيلي الكيفي فليتفضل. يا لا لا لا
درع تذكاري لسعادة الشيخ حسن بن يحيى أسعد الثويبي الفيدي يستلمها عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن يحيى أسعد الثويبي الفيدي. درع تذكاري وهدية لسعادة الأستاذ عبد الله بن يحيى أسعد الثويبي الفيدي. وبمناسبة حضوره وتشريفه حفلنا هدية رمزية للشيخ عجب بن بطي الشهراني، فليتفضل. لزوم نشكر له جهوده ولا تعدمه. لا 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 يا لا لا يا لا لا هذا مكسرك يا ابو على الكاسه والله هذا الحق لكم والله لكن ما والله هذا الجفا ولا تعدمه. هذه التباريك يا عمت يا عسى الخير. وهنالك هدية رمزية من أبناء قبيلة الحكم مقدمة للأستاذ خالد جابر زاهر الثويبي، فليتفضل من يقدمها. حاضرنا عام يحكي لك المجتمع عن جهدك الأعظم وعن مسيرك لنيل السؤل روح ودم، ومن يديك العطايا اللي مقامك سما. لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا اللي وفى واخلص النية وساق القدم. لزوم نشكر له جهوده ولا تعدمه. هذه التباريك يا عمت يا عسى الخير عام، ويا عسى العمر دايم وانت بتنعمه. عليك مني السلام اسكى السلام الاتام، والله يجعل حياتك خير. هدية رمزية مقدمة من الأستاذ مفرح بن يحيى حسن الثويعي الفيفي للأستاذ خالد جابر زاهر الثويعي الفيفي. وختاما هناك من لا نستطيع الوفاء لهم بما قدموه لنا من دعم ومشاعرهم، هم إخوتنا وقرابة رؤوسنا من أبناء قبيلة آل الثويعي القاطبة رجالا ونساء، ولا يسعنا إلا أن نقول لهم بيض الله وجوهكم وكتب الله أجركم، ولكم علينا مواصلة المسير معا في سبيل التعاون لكل ما من شأنه صالح مجتمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد. أسرة آل زاهر بن مسعود آل الثويع من آل الثويع يقولون الله يحييكم على سكة خرفان كرامة للحى، واعذرونا إذا في قصور. حياكم الله، مرحبا ومسهلا. تفضل تفضل. كثر الله خيركم يا للحمية يا المطالق الكرام، والعذر من
كان به تقصير واحنا ما درينا يا رجال الصيد والوقفة الأبية يا رجال في المواقف صيرمية مثل ما حد الحسام الضويعين المهامات العصية نظرة والعلم بها في كل هية مدخلوا في الكلام وحدة وقفة نفتخر بها على مر السنين والحمد لله خلق البرية العتق خالد ولنها القضية ثم من هذا المقام من بعد حسن الضيافة العالمية كثروا خيركم يا الحمية يا المطالق الكرام والعذر من كان به تقصير والحلم ما درينا يا رجال الصيد والوقفة الآتية يا رجال في المواقف صيرمية مثل ما حد الحساب في كل هيا بالفعول وبالكلام واحنا وقفة نفتخر بها على مر السنين والحمد لله خلق البرية العتق خالد وانهاء القضية ثم من هذا المقام من بعد حسن الضيافة العالمية كثر الله خيركم يا أهل الحمية يا المطالق الكرام والعذر إن كان به تقصير ونحن ما درينا. وختاما نشكر كل من حضر ولبى دعوتنا، ونلتمس العذر لكل من دعي ولم يسعفه وقته للحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.